عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا متابعين قناتي وصفات روما وبنات. النهارده جايه وجايبه لكم الليزي كيك. كيكه بارده سهله وسريعه، مكوناتها كلها في البيت، مش هتاخد منكم اكتر من 10 دقايق بالظبط ان شاء الله. اتمنى الوصفه تكون بسيطه وسهله وتعجبكم. يلا بينا بقى نشوف القمر ده اتعمل ازاي بابسط مكونات حرفيا. ما انتم متعودين قبل ما ندخل في الوصفة لازم نشوفها من جوه عاملة ازاي. شايفين القمر بقى والجمال ده؟ حاجة كده روعة جدا هترطب علينا في الحر ده، حقيقي هتعجبكم جدا وبألف هنا. اول مكون معانا في الوصفة اي بسكوت سادة اي نوع هنكسره زي ما انتم شايفين كده. الوصفة كوبايتين من اللبن، معالق من النشا، معلقتين كبار كاكاو خام. بعد كده هنبدأ نقلب على البارد كويس جدا جدا خالص لحد ما يندمج اللبن مع النشا مع الكاكاو. بعد كده نحطهم على النار لحد ما يغلوا واوريهولكم. وبعد ما نزلت كده الخليط من على النار، انا مش عايزاه تقيل ولا خفيف، انا عايزاه متوسط كده. هبدأ انزل عليه قطع البسكوت، ابدا انزل البسكوت كده في الخليط وابدا اقلب كويس. انا بالشكل ده كده هنبدا نحطه في القالب اللي احنا عايزينه بقى براحتنا. اللي عندي انا على شكل قلب هبدا احط بقى فيه الخليط، تبدا تبرد خالص وبعدين احطها في التلاجة ساعه او ساعتين واقول لكم المكون اللي بعده. كده معايا كميه من الشوكولاته الخام، حطيت عليها كميه من النوتيلا كده، ممكن نقلل او نكتر ده حسب المتاح. هنبدا نسيحها بقى في حمام مائي كده واوريها لكم. كميه الشوكولاته كده بعد ما ساحت هبدا اضيفها بقى على الخليط بعد ما طلعته من الفريزر. كده بقى هبدا اضيف كده خليط الشوكولاته على الوصفه كده. الخليط يبقى جاهز ان احنا نحطه في الفريزر ساعه او ساعتين، وبعد كده الوصفه تبقى جاهزه معانا. يبقى شكلها كده اول ما هتطلع من التلاجة. وانا هنا كده هبدا ازينها بالكريم كراميل. ان شاء الله الوصفه تكون بسيطه وسهله وتعجبكم. تحياتي، هتوحشوني، باي باي.